الاهلي فرم الزمالك. والله بجد فرموا بجد في دوري الجمهورية للشباب تحت 19 سنة. فرموا. وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة وعضو في رابطة الأندية، عضو في لجنة رابطة الأندية، جه كحالها عماها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، دعما لحبيبك وأخوك سوبر أهلاوي. لو حضرتك أول مرة تشوفنا أو تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو لو الفيديو عجب حضرتك. الأهلي تحت 19 سنة يا رجالة، النهاردة رجالة بمعنى الكلمة، هم دول ولاد النادي الأهلي، تربية النادي الأهلي. ويجي واحد زنطور يقول لك هو الاهلي في ناس عايزه تركب الاهلي على الزمالك. طب ما هو كده كده الاهلي راكب، الاهلي بشبابه وامجاده واحفاده واولاده وكل حاجه راكب. النهارده الاهلي فرم لاعيبه الزمالك تحت 19 سنه دوري الجمهوريه 2003 يا جماعه. والله بجد نادي الاهلي عمل ماتش حكايه بصراحه. وكمان ايه، جايبين حكم من النوس للزمالك، قالوا له كفايه كده بقى، كفايه انتوا نازلين فينا تلطيش. كل الشباب 2001 و2007 و2006 و2005 و2003 و2000 كله داخل فينا. لا بقى نغير شويه، هاتوا لنا حكم يدينا حاجه. يروح طارد لاعب من لاعبي الزمالك، من فريق الاهلي، يطرد لاعب من لعيبه الاهلي، يلعب الاهلي ناقص لاعب لحد الدقيقه 91. الدقيقة 91 بلس 90. حتى الشباب بيربوها على حب بعد ال90. حتى الشباب رجالة ولاد رجالة بجد فازوا ب1-0 على الزمالك وتصدر الترتيب النادي الأهلي. وفي كرة الماء الأهلي فاز 20-1 على الزمالك. والله بجد فاز 20-1 على الزمالك. يعني شوفوا الاهلاويه، وتستمر افراح الاهلي ويا رب دايما في العلالي يا اهلي. والنادي الاهلي يغرم قفشه. غرمه ليه؟ ملناش فيه، او ما نجتهدش علشان نعرف النادي الاهلي. دي خصوصيات النادي الاهلي وحاجات مش عاوزين نتدخل فيها. في ناس بتقول لك علشان ايه نزل اسطوري، وفي ناس بتقول لك علشان شاط ضربه الجزاء، مع ان الاهلي عمره ما عاقب لعيب علشان شاط ضربه جزاء واهدرها. وفي ناس بتقول لك علشان ما سمعش كلام المدير الفني بتاعه. لا احنا ملناش دعوه. احنا ليه نقعد نفعص في الحاجه ونجيب الحاجه ونقلبها ونشقلبها ونعدلها علشان نعرف؟ لا ملناش فيه. الاهلي مع بخصوصياته كده ما نتدخلش في شؤون اللاعبين ولا في الفريق. وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في مباراته امام فاركو، ونرجع وهنتصدر الدوري ان شاء الله ونفضل متربعين باذن الله ان شاء الله بكره في اسكندريه الساعه 5 ان شاء الله. والاستاذ عامر حسين اللي هو رئيس لجنه المسابقات يا جماعه، وعضو في لجنه رابطه الانديه، وعضو في اتحاد الكره، مع ان ده مخالف للقوانين اصلا. ده مخالف ان هو يكون عضو في اتحاد الكره وعضو في لجنه في رابطه الانديه. ولكن بقى طالع بيشيل النادي الاهلي الشيله. عامر حسين بدل ما جه كحالها عماها، طالع بيقول لك النادي الاهلي زنقنا وحطنا في مأزق. النادي الاهلي بلاش يلعب في كأس العالم للأندية. النادي الاهلي كان المفروض الفيفا بعت لنا قبلها بشويه، كنا عرفنا يا اما عملنا الدوري مجموعتين يا اما لغينا الكاس. هو النادي الاهلي ده في غيره في مصر بيلعب في كاس العالم للانديه؟ هو احنا كنا نعرف المغرب هتنظم بطوله كاس العالم للانديه يا حاج عامر يا حسين؟ يا اللي بتحقد على النادي الاهلي، غل عندك، غل كده من النادي الاهلي، عندك غل من النادي، بتغل من جواك يا جدع. في ايه؟ وبعدين يقول لك ايه، احنا كده هنضطر نزنق النادي الاهلي. عامر حسين ده اللي بيتكلم، اللي هو اجل الدوري 25 يوم في شهر 12 بدون اي اسباب، من غير اي حاجه. بيتكلم على 10 ايام في بطوله كاس العالم للانديه، هم 10 ايام فقط لا غير. لو الاهلي كمل للنهائي ما وفقش، وان شاء الله ربنا يكرم ويوفق، ما وفقش النادي الاهلي، يبقى هم يعني بالكتير اسبوع. يعني ممكن تأجل له مباراة أو مباريتين، غير كده هنسكن الجدول من أول وجديد وهنأجل أنت عاوز تطلع تصيح
مع اللي صايحين. عاوز تطلع تقول نفسنا الاهلي ما يلعبش في كاس العالم زي اللي بيقولوا. بعد النهارده الاتحاد الدولي مأكد ورفض طلب الرجاء المغربي ان هو يلعب في كاس العالم للانديه. وفي الختام يا ساده ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.